السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة. دايما أو في الغالب كنا بنطلع نتكلم عن أنجح الأفلام أو أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات، لكن النهاردة وبشكل مغاير قررنا إن الحلقة هتكون عن الأفلام اللي اتشالت وودعت صالات العرض بدري بدري، الأفلام اللي حققت أقل الإيرادات وتزايلت قوائم العروض واضطرت السينمات لرفعها من دور العرض لوقف نزيف الخسائر عندها. ومن غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. نبدأ بفيلم مطرح مطروح، البطولة للنجوم محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي. الفيلم اتشال من دور العرض بعد ما قعد 4 أسابيع حقق فيهم 2,620,000 جنيه بس. ونيجي الفيلم ساعة إجابة اللي كان بطولة النجوم غادة عادل وشريف سلامة واحمد فتحي، واللي تم رفعه من السينمات بعد ما قعد 8 اسابيع حقق فيهم 2,383,000 جنيه بس. اما بقى فيلم الحب بتفاصيله، واللي مش عارف معظمكم سمع عنه ولا لا، واللي كان بطولة المطرب محمد نور بالاشتراك مع ملك أورا ومصطفى أبو سريع، واللي اترفع من السينمات بعد ما قعد 4 أسابيع حقق فيهم حوالي 343,000 جنيه بس. وما اعتقدش ان المنتج لما حق اللي صرفه اصلا في الفيلم. كمان فيلم فارس للنجم اللي حقق شعبية كبيرة من خلال دوره المعروف فتحي البرنس، هو النجم احمد زاهر. واشترك معاه في الفيلم كمان العديد من النجوم على رأسهم نجم حسين فهمي وإيمان العاصي واكتر من نجم كمان. ان مصيره هيقع تحت ايدينا وساعتها مش هنرحمه. الناس اللي كانوا بيجروا وراكي دول عايزين منك ايه؟ لحد كده مش هقدر احكي لك، عشان حكيت لك هتدخل في مشاكل انت في غنى عنها حقيقي. والفيلم تم رفعه من دور العرض بعد ما قعد حوالي 4 أسابيع حقق فيهم ما يقرب من 740,000 جنيه، وده طبعا مبلغ قليل جدا بالنسبة للنجوم اللي فيه. ونوصل بقى لفيلم معالي ماما، واللي كان بطولة بشرى ومحمود الليثي، واللي اتشال بعد ما قعد أسبوعين بس في دور العرض. وشاف معظم مديرين السينمات ان هو لازم يرفعوه علشان يلحقوا الخسائر بعد ما حقق في المدة دي حوالي 730,000 جنيه بس، لدرجة انه حقق في اخر يوم عرض ليه 130 جنيه. يعني نقدر نقول بمنتهى البساطة ان كان في واحد بس هو اللي بيشوف الفيلم في صالة العرض كلها. ونيجي بقى لفيلم ليلة قمر 14، واللي كان مليان بالنجوم امثال خالد النبوي وغادة عادل وشيرين رضا واحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وغيرهم كتير من النجوم. وبعد النجوم دي كلها الفيلم اتشال من السينمات بعد ما قعد 4 أسابيع بس حقق فيهم حوالي 2,400,000 جنيه. كمان فيلم 11/11 واللي كان بطولة غادة عادل وإياد نصار، واللي برضه على حد علمي انه قعد في السينمات حوالي 4 أسابيع حقق فيهم حوالي 2 مليون جنيه بس. ونيجي بقى لفيلم 30 مارس، واللي كان بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني والنجم خالد الصاوي، واللي صرح أحد مديرين القاعات إن الفيلم حقق في يومين حوالي 1400 جنيه بس، محققا إجمالي إيرادات في حوالي 5 أسابيع حوالي 1,400,000 جنيه، مما اضطرهم طبعا لرفعه من دور العرض. سيبك بقى من كل اللي قلناه ده، وصلت لدرجة إن في بعض الأفلام خرجت في يوم عرض ليها بزيرو ايرادات. وهنا بنتكلم عن فيلم الشنطة اللي كان بطولة النجم بيومي فؤاد والفنانة شيرين والفنان شريف الدسوقي، واللي جاب زيرو ايرادات في احد دور العرض، محققا اجمالي حوالي 400,000 جنيه بس. الحمد لله على سلامة حضرتك يا فندم. الباقي يا فرويد. No! Don't touch my bag. ايه حكاية الشنط معاكم النهارده؟ ماما من ساعة ما ماتت وأنا حاططها في الشنطة دي. مين عطاس؟ الظاهر إن أنا نسيت الشنطة قدام التكييف من امبارح فجالها برد. والدتك عايشة؟ الله يرحمها. حرقتها؟ لا. كذلك فيلم للإيجار اللي كان بطولة النجم خالد الصاوي ومحمد سلام والشيري عادل، واللي خرج من السباق بشكل مخيب بالآمال رغم القيمة الفنية للفيلم صراحة، ولكنه تم رفعه بعد ما حقق حوالي 200,000 جنيه. وما فرقش الأمر كتير عن فيلم ثانية واحدة اللي كان بطولة النجم مصطفى خاطر والنجمة دينا الشربيني، واللي حقق بعد عرضه في السينمات حوالي 8 أسابيع مبلغ 3,700,000 جنيه، مما اضطر معظم دور العرض لرفعه من السينما فورا. وكمان عندنا فيلم اسمه شمس، ما اعتقدش ان معظمكم سمع عنه اصلا، ولكن المشكلة مش هنا، المشكلة لما نعرف مين النجوم اللي كانوا فيه. فيلم شمس كان فيه اكتر من نجم من العيار الثقيل،
امثال خالد الصاوي وعمرو عبد الجليل واحمد بدير ومحمود عبد المغني وغيرهم. الفيلم للاسف بعد ما قعد اسبوعين بس في دور العرض حقق حوالي 200,000 جنيه. أنا مين؟ أنا مين؟ انت مش فاكرني خالص ولا حتى طشاش؟ أنا صحيت لقيت نفسي قاعد في الفندق ده، معرفش مين اللي جابني هنا. قلت لك الجنينه دي ملعونه، متاهه. يعني السر في الجنينه ولا السر في شمس؟ اما فيلم دولارات دولارات واللي ما يختلفش برضه عن اللي سبقوه، وبرضه كان فيه اكتر من نجم امثال نضال الشافعي وصلاح عبد الله وهالة فاخر، والفيلم على مدار 4 أسابيع حقق حوالي 372,000 جنيه بس. واخر فيلم هيكون معانا في القائمه بتاعتنا من الافلام اللي تزايلت قوائم الايرادات هو كان فيلم 5 جولات، والفيلم كان من بطوله ادم الشرقاوي ونور النبوي والنجم ماجد المصري، وحقق على مدار 3 أسابيع حوالي 580,000 جنيه. وبصراحه الواحد ما بقاش عارف هل النجوم دول بقوا شايفين ان العمل ده هيضيف لقيمتهم وتاريخهم الفني مثلا؟ طب المنتجين هل بيصروا ان هم يرموا فلوسهم على الارض ويعرضوا نفسهم للخساره؟ وعلى العموم كده تبقى خلصت حلقتنا، وارجو لو الحلقه عجبتكم يا ريت لو تشتركوا في القناه، ويا ريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود اسفل خانه الوصف. وما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد باستمرار، وما تنسوش كمان انكم تدعمونا بلايك وبشير، واستنونا في حلقه جديده من شريط سينما.